الموبايل ده اروش موبايل اقتصادي انا جربته في حياتي، وجاي معاه حاجات غريبه جدا هتشوفها لاول مره في اي موبايل. فخلينا يا معلم اكد لك ان انت هتتبسط في فيديو النهارده، ويعتبر فيديو من فيديوهاتنا الحصريه اللي بنعملها. المهم اعمل لايك الجميل دلوقتي حالا، عايزين نوصل الفيديو ده ل 4 5000 لايك، وسبسكرايب لو اول مره تشوفني على يوتيوب وعايز تشوفني تاني. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. والموبايل هو الاتش ام دي فيوجن الجديد. اسم غريب، اسم جديد. طبعا اتش ام دي اتكلمنا عنها قبل كده، هي نوكيا، فاحنا بنتكلم على موبايل اوروبي مش موبايل صيني، يعني خامات نظيفه جدا وموبايل يقعد معاك سنين حرفيا، لو تشتريه وتنساه. تعال نشوف كده العلبه فيها ايه، نفتح مع بعض. بسم الله. طبعا في العلبه هتلاقي فيه جراب عادي جدا للموبايل. تقول لي طب ايه يا حكيم اللي عليه ده؟ اقول لك ده مش جراب قد ما هو حاجه اسمها اتش ام دي فيوجن فلاشي اوتفيت. هو جراب ولكن فيه فلاش وبيتقلب كده يعني بالظهر وبعدين يتقلب للوش عادي جدا، تصور بيه سيلفي. هتسالني سؤال ذكي جدا، هو بينور ازاي الفلاش ده؟ انا شايفه بينور يعني زي ما انت شايف كده مضيء، وبتتحكم فيه من جوه الابلكيشن بقى، تغير لونه اخضر احمر اللي انت عايزه، يعني اي لون انت عايزه، وشده الاضاءه كمان بتتحكم فيها. ازاي الكلام ده بيتم؟ طبعا ده سؤال جميل جدا وحقك كمواطن تسال يعني. بص يا سيدي، هو الموضوع ما فيه ان الموبايل ده مش زي اي موبايل طبيعي، لان احنا لو شلنا الجراب ده في الظهر كده هتلاقي السمارت بنز دي، هتلاقي البطاريه موجوده. شكل الموبايل غريب جدا، ده ظهر الموبايل فعليا. ايوه يا جماعه، ده شكل الموبايل اللي هتشوفه على الحقيقه، وفكرتها صايعه جدا. فكره ان انت تقدر توصل كميه اكسسوارز لا حصر لها بالموبايل ده، ويشتغلوا عليه عادي جدا وريل تايم، يعني وانت شغال عادي كانهم جزء من الموبايل. فاتش ام دي او نوكيا عملوا الفكره دي، اخترعوها في الموبايل فيوجن الجديد، في موبايل اقتصادي سعره عالمي حرفيا، هقول لك عليه في اخر الفيديو. ومن هذا المنطلق، في حد بيخبط فوق هروح اكسره. ومن هذا المنطلق بقى عندك دلوقتي اوبشن انك تركب له جراب بينور حرفيا، يطلع لك سيلفي ممتاز، هنتكلم عن الحته دي كمان شويه. لا وكمان تقدر تركب له كنترولر، الاتش ام دي فيوجن جيمنج اوتفيت، كنترولر كده بيدخل فيه الموبايل، تقدر توصله بيه تلعب اللي انت عايزه. فلا ركز معايا عشان الشغل ده بقى شغل عالي دلوقتي. في العلبه كمان هتلاقي عندك دبوس السيم كاردز، هتلاقي شويه ورق محدش بيقراهم، وكابل الشحن باللون الاسود نفس لون علبه الموبايل. مفيش راس شاحن في علبه الموبايل، دي حاجه لازم تبقى عارفها. تعالى بقى ايه، نقفل الدنيا دي كده. طبعا ده الجراب نلبسه له كمان شويه برده نجربه عليه. وعايز اقول لك ان المنتجات دي كلها هتيجي معاه عادي وانت بتشتريه لاول مره، وبالذات لو اشتريته دلوقتي، لو لحقته في البدري يعني مش متاخر، فهو بيجي معاه كل الهدايا دي. موبايلك لو انت ركبت له الجراب اللي موجود في العلبه هيبقى شكله كده بالظبط، شكله روش جدا لذيذ ومختلف. اتش ام دي موجوده هنا كده. تعال بقى نشيل الجراب ده عشان بصراحه الجراب الفلاشي اوتفيت ده ممتاز جدا يعني. طيب انا حابب اقول على حاجه مهمه جدا، ان الموبايل ده في واحد منكم هيكسبه هديه ببلاش، والسحب هيكون هناك على انستجرام، الفيديو بتاعه هينزل هناك، هتلاقي فيرتيكال فيديو كده او فيديو بالطول للاتش ام دي فيوجن، وهقول لك فيه شروط السحب وكل حاجه عشان تشارك في السحب. فانت لو ما اشتركتش لسه لحد دلوقتي في المسابقه دي، روح اشترك دلوقتي حالا هناك على انستجرام، الاكونت اسمه محمد حكيمو اوفيشال، اللينك تحت في الديسكربشن دلوقتي، تقدر تروح يا باشا تشارك ويمكن تكسب الموبايل عادي جدا هديه. عامه خلينا نتكلم عن الموبايل كماتيريال. انت زي ما قلت لك ظهره اصلا بلاستيك، لان ده جوه الموبايل، ده قلب الموبايل حرفيا. الحواف كمان هنا من البلاستيك لان ده موبايل اقتصادي، فمنطقي جدا. عندك هنا كاميرتين في الظهر، والحواف هي العريضه بتاعت الايفونات دي، فالماسكه الممتازه اللي كلنا عارفينها. الموبايل كمان ضد طرطشه الماء والتراب بريت اي بي 54. طبعا ده مش اقوى معيار امان يعني، بس هي فكره ان هو ضد طرطشه الميه يعني كموبايل اقتصادي، فكويس ان في معيار امان. لما تقلب بقى الموبايل على وشه هتلاقي حجم شاشه كبير معاك 6.56 انش. استخدام مساحه الشاشه طبعا مش احلى حاجه، وده منطقي جدا كموبايل اقتصادي يعني، ده حاجه بديهيه جدا، هاشتاج بديهيات. شاشه الموبايل هنا بريزوليوشن اتش دي مش فول اتش دي بلس، يعني 720 بي. طبعا دي حاجه كنت اتمنى تكون مش موجوده يعني يا جماعه، على الاقل 1080 بس تمام. ده غير ان الشاشه هنا اي بي اس ال سي دي بريفريش ريت 90 هرتز، طبعا مش واخد اعلى ريفريش ريت موجود في اي موبايل. بس عايز اقول لك على حاجه، على الرغم ان الشاشه هنا 90 هرتز، فانا بقول لك مش هتحس باي مشكله يعني عادي. الموبايل كاستخدام سوشيال ميديا وهكذا انت هتحس زيه زي اي موبايل اقتصادي يعني، اللي هي اللاجز الطبيعيه اللي تبقى موجوده في اي موبايل اقتصادي. حتى بتتفرج على اي فيديو هنا هتبقى مبسوط عادي، مش في اي مشكله يعني. الموبايل هنا كمان جاي بسماعات مونو، ولكن هي مونو بس صوتها عالي جدا يعني. انت تسمع معايا كده بجد، الموبايل صوته عالي فوق ما تتخيل، ممكن يكون اعلى موبايل اقتصادي هتسمعه في حياتك. وبص الوان الشاشه عامله ازاي، وتجربه الفرجه فعلا ممتازه على الموبايل هنا، مفيش فيه اي مشكله يعني. ولكن خلينا متفقين ان ده مش اعلى مواصفات شاشه هتاخدها في اي موبايل بسعر موبايل هنقول في اخر الفيديو. زي الموبايل فيه مميزات، فيه تضحيات اكيد في حاجات ثانيه، لان ده موبايل اقتصادي فمنطقي يكون كده. وبما ان الشاشه هنا اي بي اس ال سي دي، فالبصمه جايه في زرار الباور، والبصمه صاروخيه حرفيا يعني، مفيش فيها اي مشكله خالص، سريعه جدا زي موبايل دلوقتي في البصمه اللي في زرار الباور دي، بجد يعتمد عليها. الموبايل هنا بيركب له شريحتين في نفس الوقت، سواء فيزيكال او فيزيكال واي سيم، وطبعا عندك مكان لكارت ميموري بس هيستخدم مكان للشريحه. بالنسبه للمعالج، فالمعالج الموجود هنا هو السناب دراجون 4 جن 2، معالج 4 نانومتر اوكتا كور، معالج جديد اول مره اجربه في اي موبايل حرفيا. طبعا مش الاداء الصاروخي ولا الاداء القوي يعني اللي موجود في سعر الموبايل، لا هو اداء متواضع جدا، ولكن للامانه مع الواجهه بتاعتهم، مع السوفت وير الخفيف، انا مش شايف تقل ولا تهنيجات زي ما قلت لك في استخدامي اليومي
يومي عادي، لا الموبايل سريع معايا مفيش فيه اي مشكله. حتى الانيميشنز وهكذا هي تحسها متسرعه كده، الموبايل فعلا مش تقيل معايا. والواجهه بتاعته هي اندرويد خام تماما يعني زي ما انت شايف كده، زي موبايلات جوجل حرفيا. فانا مش شايف فيه اي مشكله في الاستخدام اليومي العادي. وفي الالعاب بقى فخلينا نجربه كده ونشوف هيبقى عامل ازاي، خصوصا مع الوحش ده. هنلعب ببجي وهنلعب اسفلت ما تقلقش يعني، بس عشان اسفلت شغال عليها الكنترولر ده المفروض انها مدعومه. طبعا انت ايه هتحس ان انت راجل مهكر اللعب بقى لما تلعب على بتاع زي ده. مكتوب هنا اتش ام دي زي ما انت شايف كده. لا ده احنا هنتبسط وشويه كنترولرز بقى وبتاع. ملمس البتاع ده بريميوم فوق ما تتخيل، انالوجز حتى شبه دراعات بلاي ستيشن 5 بالظبط. هنا عندك مطاط كده في الظهر عشان ما يخربش الموبايل في الظهر، وبتمط كده على سن الموبايل. الزراير نفسها لذيذه، الار1 والار2 ممتازه. تعالى نحط الجهاز بالشكل ده، نوصلهم ببعض بالشكل ده. حاليا الموبايل اتوصل، دخلنا جيم اسفلت دلوقتي اهو، بلعب بالكنترولرز واتفرج يا باشا على التجربه. حرفيا تجربه لعب مش هتاخدها من اي موبايل تاني بقى، انسى. وحتى الجريب بتاعت البتاعه دي الكنترولر ده جامد قوي الصراحه، تحس ان انت بتلعب ببلاي ستيشن. راح فين بس يا صاحبي؟ تعالى تعالى ابلع. تجربه اللعب بالكنترولر الصراحه في حته ثانيه خالص يعني، انسى ان انت تلعب على التاتش تاني بعد بتاع ده. انا اتكسرت يا رجاله. الكنترولر لذيذ قوي في اللعبه الصراحه. عندك هنا كمان مدخل 3.5 مللي للسماعه، تقدر ان انت تسمع فيها اللعبه، لان برضو المدخل 3.5 مللي بتاع الموبايل بقى مستخبي جوه، هم عاملين حساب كل حاجه يعني. ببجي هنا بتتلعب على اتش دي وفريم ريت هاي. انا هلعب على بالانسد والترا عشان ناخد اعلى جرافيكس طبعا موجوده دلوقتي. تعالوا نخش جيم تي دي ام سريع كده ونشوف. مش بدعم ببجي طبعا فاحنا خلاص هنشيله. يلا بينا نخش جيم تي دي ام السريع بتاعنا. يلا شوف اداء الموبايل عامل ازاي. كالعاده عايزين المشاهد يعني ده موبايل اقتصادي فما تستناش منه يعني الاداء السلس، ولكن على الرغم ان انا جبت كلايه عادي يعني، بس طبعا ما تستناش منه الاداء الصاروخي بقى السلاسه ومش عارف ايه. لا ده موبايل اقتصادي فمشي الدنيا عادي. انا مت صح؟ يا عم متشكرين يا عم. نايم على بطني كده قاتلني يا ريس. عايزين المشاهد لو وصلت للثانيه دي في الفيديو فانت بجد رجوله اخويا اقسم بالله. بس عايز اقول لك على حاجه، احنا عايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك، فانت لو لسه ما عملتش لايك وانا حاسك ما عملتش اعمل لايك دلوقتي حالا. ادي بفكرك اهو، وبص سبسكرايب ودوس على زر الجرس بتاع السبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات اول باول اول ما تنزل. بس كده يلا اتفضل كمل الفيديو. على الرغم ان الموبايل خفيف ورفيع زي ما انت شايف كده، ولكن بطاريته هنا بطاريه كامله 5000 ملي امبير، بطاريه بجد عالميه تكمل معاك اليوم كله. وعايز اوريكم على حاجه بجد هي هتبسطك جدا عامه. بص كده اما دخلت على البطاريه هنا، بص بطاريه الموبايل دلوقتي معايا 49%. تمام. لو دخلت هنا بقى كده على الباتري هتلاقيه بيقول لك ايه، انت فعلا ممكن تقعدك البطاريه دي 4 ايام و9 ساعات. يعني انا ممكن اعلي عادي جدا الباور سيفنج مود واخليه على اعلى سيفنج مود، الموبايل ده ممكن يكمل معايا 4 ايام عادي جدا بنص البطاريه دي. فهي بجد اوبتمايزد حلو قوي، والمعالج الموجود في الموبايل ده هو موفر جدا في البطاريه. طب بالنسبه لسرعه الشحن، فالموبايل هنا بيدعم سرعه شحن عاليه وهي 33 واط. 33 واط فئه السعر دي ده رقم ممتاز انا شايفه. سرعه شحن عاليه تشحن لك الموبايل من 0 ل 100 في اقل من ساعه بشويه، ودي ارقام انا شايفها كويسه جدا. بالنسبه للكاميرا فعندك هنا كاميرا رئيسيه وايد 108 ميجا بكسل، رقم كبير جدا بسعر الموبايل، مديك تفاصيل اكتر وهكذا. وعندك كاميرا ثانيه دبس 2 ميجا بكسل، ما عندكش كاميرا الترا وايد في الموبايل ده، دي حاجه مضايقاني شويه ولكن تمام. الكاميرا ال 108 ميجا بكسل دي بتطلع معاك صور كويسه جدا مليانه تفاصيل، بالذات لما تشغل مود ال 108 ميجا بكسل لان ده مهم عشان تطلع بيها تفاصيل اكتر. وبصراحه خدت بيها صور جامده قوي في ماتش برشلونه، هوريها لكم يعني عامله ازاي. الصور لذيذه جدا كموبايل اقتصادي الصراحه، انا ما عنديش فيها اي مشكله، هي صور حلوه جدا، الوان لذيذه، في مود كده او لوك كده للالوان او الصور بتاعت الموبايل ده حلوه عجباني. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي فعندك كاميرا 50 ميجا بكسل، صور على فكره حلوه جدا وبتطلع معايا صور انا شاكل فيها حلو طبعا، بالذات في الاضاءه اللي هي بتاعت النهار بقى وانت بره او الدور وهكذا. صور حلوه جدا على فكره مطلعاني حلو، واللوك بتاع الصور عاجبني جدا، واستخدمت الصور ديت على فكره في حاجات كتيره. السيلفي هنا كويس قوي، وبالنسبه للمنافسين انا شايف ان هي كويسه جدا يعني. حتى السكين تونز بتاعتك حلوه كده، لا انا عاجبني مود الاضاءه بتاع الصوره، عارف انت اللي هو لو هتعدل على الصوره انا هطلعها كده، انا عجباني اللوك ده. طبعا من الحاجات الجامده جدا الموبايل هنا فيه مدخل 3.5 مللي للسماعه موجود تحت عادي ما اتشالش الحمد لله. خلينا بقى ايه اجرب لك الفلاش الموجود في الاوتفيت بتاعه ده. يا باشا اركب الموبايل كده، يلا بينا افتح الكاميرا. هتلاقي عندك هنا زرار زياده كده تضغط عليه بينور معاك LED زي ما انت شايف في الظهر، وعندك سيتنجز بقى تحتيها تقدر تتحكم فيها، تتحكم في شده الاضاءه من اقل حاجه لاعلى حاجه، وتقدر تغير لون الاضاءه نفسه. يعني انا عندي كذا لون، بص كده ممكن العب في اي حاجه، هي RGB حرفيا بلعب في كل الالوان، تقدر تتحكم في كل الالوان، تختار درجه الاضاءه اللي انت عايزها. وعلى فكره الموضوع ده بيفرق جدا بالليل، بيبقى اضاءه الفلاش بتاعته احلى من اي موبايل تاني، وبالذات ده في السيلفي وانت تصور سيلفي كده وتنور على وشك وانت
وانت في اضاءه منيله ب 60 نيله. بجد الموبايل ده هيطلع لك احسن سيلفي وسط اي موبايل تاني بسعره. عايز اقول لك بقى ان الموبايل ده فيه نفس الميزه اللي كانت موجوده في الاتش ام دي سكاي لاين اللي عملنا له فيديو قبل كده، وهو الريبير يور سيلف. ان الموبايل ده انت تقدر تصلحه بنفسك حرفيا، في كيت تصليح كده ممكن انت تجيبها تشتريها لو مثلا عايز تغير الشاشه، عايز تغير حاجه في الموبايل، وبيجيبوا لك القطعه اللي عايز تبدلها ويبعتوها لك. تقدر ان انت تفك موبايلك بنفسك وتصلحه بنفسك في البيت من غير ما تروح لاي حد بتاع صيانه، من غير ما تدفع فلوس زياده، ومن غير ما تبقى قلقان على الداتا بتاعتك او اي حاجه. انت ممكن تصلحه في بيتك حرفيا. ودي جزء من الاعتماديه اللي بيتكلموا عليها، فكره ان الموبايل ده هو موبايل اوروبي زي ما قلت لك، مش موبايل صيني. فهم بيعتزوا بحاجه زي كده، يقول لك احنا مستخدمين خامات نظيفه جدا، الواجهه السلسه، الخامات القويه وهكذا. وطبعا ما ننساش حاجه مهمه جدا اخواتنا البرشلونيين، يعني الموبايل ده او الشركه اتش ام دي عامه هي الراعي الرسمي لنادي برشلونه، دي حاجه معروفه يعني دلوقتي. فهتلاقي اللوجو على التيشيرت وهتلاقي اللوجو على حاجات كتيره جدا في النادي. لو رحت طبعا برشلونه هناك، انا رحت وشفت بنفسي عادي جدا اتش ام دي في كل حته هناك. النسخه هتبقى متوفره من الموبايل ده في دبي، هتكون 256 و12 جيجا بايت رامات. الموبايل سعره بالظبط $250. ومش بس كده، لا، انت لو اشتريتها من اي ماكس دلوقتي في دبي من اللينك الموجود تحت في الديسكربشن ده، فعايز اقول لك ان هيجي معاها كميه هدايا. عد معايا، اول حاجه هيجي معاك الكنترولر ده، وهيجي معاك الفلاش اوتفيت اللي هي الجراب الزياده ده. عندك كمان سنه ضمان زياده على شاشه الموبايل لو اتكسرت منك، ده غير شنطه ظهر كمان موجوده هديه. ومش بس كده، في باندل كده او يعني باكج كده فيها بقى سبيكرز وسماعات هيدفون مش عارف ايه، كل الحاجات دي هتاخدها ببلاش حرفيا مع شرائك للموبايل ده. ودلوقتي انت تقدر تجرب الموبايل من اي ماكس، ولو عوزت ترجعه في خلال 14 يوم تقدر تعمل كده عادي حتى بعد ما تجربه. طب انا رايي ايه بقى كحكيم في الموبايل ده؟ بص يا سيدي، انا رايي ان الموبايل ده هو في حته لوحده كده، هو كرييتيف. الموبايل فيه فكره مش موجوده في اي موبايل تاني، فما ينفعش تقارن بالموبايلات. يعني هم حاطين لك تكنولوجي معينه في الموبايل ده، الفيوجن ده، هي مش موجوده في اي موبايل تاني. فالتكنولوجي دي بفلوس وهم محاسبينك عليها اكيد، فعشان كده انت واخد تنازلات في الشاشه. ولكن انا شايف ان ده منطقي جدا لو انت عايز التكنولوجيا الجديده دي، لو انت عايز تجرب موبايل مختلف عن اي موبايل تاني وما تدفعش فيه كتير. وعلى الرغم من التنازلات دي، فانا بقول لك الموبايل مش كارثي معاك يعني كاداء او حاجه، لا هو على فكره ممتاز، مفيش فيه اي مشكله. وزي ما قلت لك استخدامك اليومي حتى في الموبايل ده هو سلس كده ولذيذ وما بيعلقش. بس دي كانت كل حاجه عن الاتش ام دي فيوجن الجديد. بس انا اعرف كده تحت في الكومنتس دلوقتي حالا ايه رايكم في الفكره بتاعت الموبايل ده، وهل ممكن تشتري الموبايل ده ولا لا؟ عايز اعرف رايك تحت في الكومنتس دلوقتي حالا. واتمنى تعرفوا معاكم سيبوا لايك بشكل كبير، ولكن اخر فيديو جديد. بيس.